قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا عيد سعيد علينا جميعا باذن الله، ويا رب كده دايما في الاحسن. كل سنه وانتم طيبين وصباح الفل كده والورد والياسمين على عينكم. بصوا انا كده ابتديت اليوم طبعا، يعني ايه، عايزه اقول لكم في حاجات كده حصلت قبل ما ابتدي، قبل ما انزل، يعني اللي هم اولادي راحوا الصلاه وجم وفطروا وكده. فتعالوا بقى نحضر كده مع بعض شويه حاجات بنصوم طيبين قبل ما اي حد يجي، فايه نبقى جاهزين عشان ما نفضلش نقوم ونقعد والكلام ده كله. هو مفيش يعني ان انت تقولي ان انت في يوم هترتاحي فيه ومش تعملي فيه اي حاجه، بتضحكي على نفسك، لازم تقومي وتعملي. فجبت الحاجات كده زي ما انتم شايفين. طب ليه انا كده بادئه معاكم؟ عشان كان في ناس كتيره قوي سالت انت بتحافظي او بتحتفظي بالكحك والبسكوت والبيتفور والحاجات دي ازاي. هقول لكم دلوقتي عشان برضو ايه، اولادي عاملين دوشه، يعني ده العادي بتاعهم. هم كلوا، تقعدي بقى انا جايه. دي بقى مكلمه ده طبعا. بصوا، اول حاجه انا بحتفظ فيهم اسمها ايه، بيهم في علب زي ما انتم شايفين كده. علب مقفوله. اهم حاجه في البيتيفور والبسكوت والسابليه ان يكونوا في علب مقفوله، ماشي، علشان ما يطلعهمش هواء. الحاجات دي لو طلع هواء بتطرى على طول، فطبعا تعب كله هيروح على الارض. تعالوا الاول بقى اعمل ايه؟ ابدا منين؟ الاول انا عايزه اعمل علبه كحك وبسكوت كده تشكيله لحد يعني عزيز عليا، تمام كده. بصوا انا عملت طبعا لو انا بودي مثلا لماما مش بوديلها في علب زي دي، بوديلها في علب زي اللي انا زي اللي انا عامله فيها دول عشان تاخد كميه اكبر يعني، تمام. هنا بقى هبدا ان انا ارص البيتيفور والحاجات كده بتاعتي. افصل يا حسن بس. بصوا بقى، يعني حتى لو احنا برضو يعني ايه لينا حبايبنا وكل حاجه عاملين، بس لازم ندوقهم الحاجه بتاعتنا. دي عاده، يعني حاولي ان انت ايه ما تقطعهاش كده. لو ليكي حد غالي عليكي او عزيز عليكي فممكن توديله حتى لو هو عامل مفيش مشكله، بس يعني ايه تدوقيه كده من الحاجه اللي انت عاملاها، بيبقى ليها فرحه تانيه. ف زي ما انتم شايفين كده. بس الفرايه دي خلاص يا مكة. ماشي كده. بصوا احنا هنرص بقى بالمره. بصوا بقى هنا عشان البيتيفور زي ما قلت لكم، البيتيفور والبسكوت بيطروا والسابليه، فانا هحطهم في علبه او في طبق كده بغطا، بحيث ان هم لو قعدوا فتره مثلا على السفره او كده ما يطروش. فاهمين قصدي ايه ولا؟ فانا اخترت لهم الطبق ده، شكله حلو وكمان بغطا، هو طبق كيك اصلا. خلاص خلاص يا حاجه، ما تقوليش حاجه، ما تقوليش حاجه. لا تعالي انفخي معايا. انفخي؟ ده انا هنفخك انا دلوقتي. بصوا انا كنت عايزه اعمل ايه، البسكوت. بصوا بقى ده البسكوت بتاعنا ما شاء الله تحفه. كل اللي جربه يعني بعت قال لي في الكومنتات ان هو طلع معاه احسن من اي سنه عمل فيها بسكوت، الحمد لله يعني. خلاص يا مكه، بدل ما انا احرمك من العيديه ده انا معايا العيديتين. بصوا العلب البلاستيك دي يعني بصوا بتتباع في اي محل ادوات منزليه، حلوه قوي بصراحه وبتحافظ على الحاجات دي. يعني كل العلب دي اصلا جايباها للكحك والبخور والحاجات دي وبشيلها، يعني لو مش بستخدم العلب الكبيره دي بشيلها للسنه اللي بعدها. فبغسلها يعني بعد ما بيخلص الكحك وكده وبشيلها، بس ما شاء الله بتحافظ عليه وبيفضل قوامه زي ما هو.
سمحت. الصوت يا ولاد. ماشي يا ولد. اسكت. حاضر. بصوا ده انا هحطه كده واقفله زي ما قلت لكم علشان بس الهواء، وهكمل بقى بقيه رص الشوكولاته والمكسرات والحاجات دي. بس كده معلقه شوكولاته كده. ادي اول طبق. كمل بس العلبه دي وارجع لك دلوقتي. بصوا بقى انا خلصت، بس عشان ما كنتش اطول عليكم. دي علبه الكحك، وحاولي ايه يعني، عايزه اقول لك كده تعملي كام علبه كحك لحبايبك. بصوا انا زي ما قلت لكم عامله ماما، بس عامله لها في علب بلاستيك، يعني اساسا عبيتها بس لسه ما وديتهاش والله، لسه ما شفتش ماما في العيد. فده شكل العلبه اهي. العلبه دي مش غاليه قوي، بتتباع في اي محل مستلزمات حلواني، فلو عملتي كده كام علبه تبقى شكلها حلو، وكمان بتفرحي بيها حبايبك. ماشي، انا هقفل العلبه طبعا عشان البسكوت والبيتيفور ما يطروش. اهو زي ما انتم شايفين كده، ودي الحاجات بقى هنحطها على السفره دلوقتي مع بعض، و نشوف هنكمل يومنا ازاي وهنعمل ايه كده. عايزه ايه؟ عايزه حاجه؟ ازاي؟ انا عارفه انت عايزه ايه. طب سلمي عليه، قولي لهم كل سنه وانتم طيبين. ده ايه الاحراج ده؟ ايه الكسوف ده؟ مش واخده عليكي كده. بصوا دي البيجامه بتاعت كوكي، هي طبعا لسه ملبستش، هي راحت صلت بترنج كده، وبعدين غيرت لها بستها بيجامه البيت دي. تمام، بس لسه بقى لما نيجي رايحين بقى عند عماتها وعمامها وكده نلبس الدريس الحلو، صح؟ مستنيه من الصبح، عايزه اقول لكم من امبارح بالليل وهي جايبه الهدوم كده ومعلقاها، يلا يا ماما عشان نمشي فين يا بنتي الساعه 3 بالليل، هي مصممه ان هي تمشي. فايه الادب ده؟ مش واخده عليكي كده، انا عارفه انت جايه ليه. امال عايزه ايه؟ هو ده والله اللي انت بتحبي. استنوا، هي بتحب الفستق. بس للاسف تصدقي حظك ما طلعش اللي هو بقشره. خدي، هجيب لك العلبه جوه. ده فستق، هو ده اللي انت بتحبيه. هي بتحب الفستق هو ده برضه. ما فيهوش قشر، هي مش مقتنعه، بس والله هو، بس ده من غير انا قشر. عايزه هو مفتوح. ايوه اللي فيه قشر، الفستق اللي بقشره. هجيب لك هو من جوه، بس انا ما طلعتش منه. تمام، ينفع ده طيب؟ طب وده انت بتحبيه برضه؟ مش بتحبي الكاجو؟ براحتك. كله. انا هاكل. وريهم كوكي وماشي. وريهم جابت كوكي القمر، كيوتة شبه كوكي، صح؟ طب انت مش سلمتي عليهم ليه وهم زعلانين منك؟ قول لهم ازيكم يا اصحابي، مش انت كل يوم تقول لهم كده؟ تقول لهم ايه؟ ها؟ ايه؟ حاضر. امك عايزه ايه؟ عايزه العيديه. انت معاكي فلوس زي القناعه دي. اشمعنى القناعه كده في العيد بتقول لي انا معايا فلوس، هي مش عايزه، هي غلطت العيديه من بابا، فايه مش عايزه مني، مش عايزه هديها لاحمد وشهد. رجعت في كلام. طب بس انا زعلانه منك وهم زعلانين منك عشان انت ما قلتلهمش كل سنه وانتم طيبين، ولا قلت لهم ازيكم يا اصحابي عاملين ايه. قولي يلا. ده ايه الادب ده؟ امال بتبقي لسانك قد كده وانا بسجل الفيديو ليه؟ ها؟ ايه بنتي في ايه؟ طب ده شفتها فين؟ لا مش في جيبك، وريني كده، انت معاكي فلوس تاني؟ ولا حطاهم في الشنطه البابلز؟ كده كان في فلوس اللي قدام مفيش حاجه.
كان في فلوس امبارح في الشنطه البابا، مش هخلي حد ياخد. وفي فلوس كمان. خديهم كلهم. شوف ايه انت مبسوطه كده ليه؟ طيب يلا بينا، يلا نحط الحاجات دي على السفره عشان نقعد كده بقى نشوف حياتنا. تعالي نلعب بالبلالين دي انا وانتي. يلا بينا. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده جبت الحاجات وبدأت احطها على السفرة. طبعا لو عصير ولا اي حاجة بعملها في ساعتها، يعني لما بيجيلك ضيف ولا اي حاجة بحط العصير في ساعتها او البيبسي او ايا كان بقى انت هتقدمي ايه مع الحاجات دي. فبعملها في ساعتها لان مش هينفع احطها كده واركنها، ممكن الولاد يكبوها، ممكن بصوا مكة بتجيب البلالين تحطها. مكة اللي كانت جايبة البلالين دي هي واخوها، وقعدوا بقى ينفخوا فيها وكده يعني. طبعا الولاد بيبقوا فرحانين وحاسين بالعيد اكتر من الكبار كمان. فهنا بقى حطيت الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. انا مش بجيب بصراحة ولا خروب ولا تمر لاني جبتهم كذا مرة وبيفضلوا عندي وبيترموا في الاخر. يعني قررت ان انا يعني مش هجيبهم تاني. تمام كده. بس طبعا لو انتوا بتاكلوهم او كده بيبقوا برضو من تسالي العيد. برضو في حاجات كده انا مش بجيبها لاني بجيبها ومثلا بقت تبقى تكاليف وحاجات وفي الاخر بتترمي ومحدش يعني بيقرب منها، زي الحمص بتاع الشام احنا مش بنحبه قوي مع الترمس يعني. فعلى حسب بقى انتي بتحبي ايه او بتفضلي ايه. تمام كده. هنا بقى خلصنا ومكة طبعا قاعدة تلعب بالبلالين. عايزه اقول لكم طرشقوا نصهم بس مش مشكلة، احط بقى او هبدأ في الغدا. ده كان بعديها بشوية يعني. طبعا اخدنا هدنة كده وقعدنا شوية وكل الحاجات دي. وبعد كده قلت احضر الغدا لان اول يوم ده عندنا لازم ان انا بروح بيت، هقول بيت ايه، بيت حماية لانه هو اصلا بيت حماية بس سلايفي دلوقتي الله يرحمه حماية توفى من زمان. فانا بروح اعيد على سلايفي لان هم الكبار وطبعا احنا اللي لازم نروح لهم. ف الاول بقى قلت احضر الغدا ونظبط بقى الدنيا كده علشان لما بنطلع احنا بنسهر هناك او بنقعد بقى بنكمل بقية اليوم هناك. فعلشان كده بحضر للولاد الغدا قبل ما انزل. تمام. فهنحضر الغدا مع بعض. طبعا احنا عارفين مفيش يعني بيتهيألي مفيش بيت في العيد بيخلى من الرنجة والسردين. ان كان بقى لو انتي مش بتحبي الفسيخ ممكن تستغني عنه، بس انا عاملة الفسيخ في البيت وان شاء الله هوريهولكوا اكيد يعني. استنوا بقى ان شاء الله الفيديو الجاي. تمام كده. فهنا بدأت ان انا طبعا الاول نضفته وقطعته زي ما انتم شايفين. انا عامله طبقين مخليين وطبق باللي هو يعني متقطع بس قطع كده بالجلد بتاعه يعني. وهنا في بسارية وفي سردين وبرضو انا اللي عاملاهم في البيت. وقطعت بقى طبق ليمون. بصوا فسيخ وسردين ورنجة يبقى معاكي ليمون يعني اديها ليمون. وغسلت بقى الخضار. وهنا زي ما شفتوا قليت بطاطس حطيت بطاطس تتسلق معايا. عاملها بطاطس بوريه علشان مكة مش بتاكل اي حاجه من دي يعني، ولا بتاكل فسيخ ولا رنجة ولا سردين ولا اي حوادق من دي. هي لوحدها كده من اول ما بدأنا ان هي تاكل وكده ما كنت بحط الحاجات دي قدامها ما كانتش بترضى تاكلها. فبعمل لها بقى بطاطس. هي بتحب البطاطس جدا. فبعمل لها بطاطس. ممكن بقى بتاكل خيار وطماطم وحاجات من اللي احنا بنحطها دي. بس هي مش بتقرب من الحوادق خالص يعني. هي الوحيدة في ولادي مش بتقرب من اي حاجة حادقة ولا حتى السردين. يعني عندي ابني مش بياكل فسيخ بس بياكل سردين ورنجة بيموت فيهم. هنا بقى حطيت على طبق زي ما انتم شايفين حطيت عليه طحينة. وطبعا كل الاطباق لازم الفسيخ والرنجة والسردين هحط ليمون وخل وزيت ونظبطهم كده ونسيبهم بقى على جنب. هنا هقطع خيار. وفي ناس كتيرة قوي مش بتحب يعني الخيار جنب الحاجات دي عشان تحس ان هو بيزفر الحاجات دي. تمام. مش حابه خلاص مفيش مشكله. بس انا ولادي ما بيحبوش الا اللي هو الخيار لازم يعني. حتى الطماطم ممكن ما ياكلوش منها بس عندهم اهم حاجه الخيار. تمام كده. بس انا عن نفسي برضو بحس ان هو بصراحه بيزفر يعني. لما بتاكلي جنبه الرنجه بتحسي بالزفاره اكتر. ما باكلش الخيار نفسه جنب الحاجات دي. بس طبعا عشان الولاد هم طالبينه فبراحتهم بقى يعني هم اللي اختاروا. قطعت طماطم وخيار كده زي ما انتم شايفين. طبعا الغدا بيبقى اول يوم العيد ده حاجه كده تكسر اللحمه والفراخ والحاجات اللي احنا يعني بقالنا شهر بنعمل فيها. ف
يعني بجد بيبقى محتاجين حاجة تكسر الأيام دي. فهنا بصوا أنا عملت الرنجة، فأنا بحب أحط على عين البوتاجاز ورق فويل، يعني بشيل عين البوتاجاز وبحط ورق فويل، بس للأسف ما لقيتش ورق فويل خالص، يعني لقيته خلص بصراحة كسلت اجيب، فقلت مش مشكلة هشويه وبعد كده هشيل عين البوتاجاز اغسلها لما اخلص. اكيد المطبخ ده هيتفور بعد ما نخلص علشان ريحة الزفارة والحاجات دي. هنا بقى قطعت في بولة كده طماطم وبصل وفلفل اخضر. عايزة تحطي معاهم زيتون اخضر مفيش مشكلة، بس بصراحة انا ما بفضلوش، يعني ما بفضلوش في سلطة الرنجة، في ناس بتحبه قوي بس انا مش بحبه. حابة تقطعي اي حاجة تانية بقى، انا حطيت بس بصل وطماطم وفلفل. حابة تحطي اي حاجة تانية مثلا زي ايه، حابة تحطي مثلا خضرة اي حاجة من دي مفيش مشكلة. احنا هنعملها حاجة بسيطة وسهلة كده، لان برضو ولادي بيحبوها قوي سلطة الرنجة، يعني احسن من بالنسبة لهم احسن من الرنجة لوحدها. فهنقطع كده بقى واحدة، يعني هنعمل واحدة سلطة رنجة وواحدة احطها لهم كده زي ما هي. هو فيش عيد اجازة من الاكل؟ يعني انا عايزة اعرف بس احنا عايزين عيد اجازة من الاكل واجازة يعني من كل حاجة. احنا بناخد اجازة من كل حاجة الا الاكل، فممكن ناخد اجازة من الاكل عادي جدا. هنا حطيت زيت وخل وهحط برضو ليمون، انا حطيت ليمون بالفعل. وهنقلب بقى كل الرنجة بتاعتنا دي مع معلقتين طحينة كبار. وهنقلب، عايزه اقولك هتاكلي احلى سلطه رنجه ممكن تاكليها، بجد بتبقى خفيفه قوي، ما فيهاش طعم الحاجات الحادقه قوي. انا مش بحط عليها توابل، في ناس بتحط عليها كمون وفلفل وكزبره وحاجات من دي، انا مش بحط، وانا كنتش حطيت ليمون ولا حطيت. المهم هو في ليمون حطيتي بقى في الاول وفي الاخر مش هتفرق. تمام كده هنفضيها بقى في طبق. هو احلى حاجه في الاكل ده ان هو بيكون سهل، بس بعديها بقى فوري المطبخ، اقفي في المطبخ اللي انت عملتيه قبليها بيوم في التنفيض، اقفي اعمليه تاني. هنا بقى كنت سلقت البطاطس، هحط بس عليها معلقه سمنه. حابه تعمليها بزيت مفيش مشكله، بس بصراحه انا بحبها بمعلقه السمنه البلدي. في ناس هتقولي سمنه مع فسيخ ورنجه وانا عاملاها عشان مكه والله، محدش هياكل منها غيرها. حطيت بقى رشة ملح، واصلا انا كنت حاطه ملح على البطاطس ونسيت. فيعني ايه خلي بالكوا قوي من النقطه دي، هي الحمد لله ما طلعتش حادقه قوي، بس برضه انا كنت حاطه ملح اصلا في البطاطس ونسيت وحطيت ملح تاني. تمام كده. ههرس بقى البطاطس، وحطيت رشه فلفل اسود فقط لا غير، حابه تحطي برضه رشه كمون مفيش مشكله. بصوا يعني احنا عاملين حاجات سهله جدا جدا النهارده، علشان يعني ما نقفش كتير في المطبخ والموضوع يبقى سهل كده. انا عملت هنا طحينه كمان، يعني شويه طحينه كده سهلين على السريع، انا ما جبتلكوش كل التفاصيل عشان ما اطولش عليكم الفيديو، احنا هنعتبر في اجازه بس، يعني زي ما قلت لكم اجازه بس مش اجازه. بس يعني ايه نعيش مع بعض بقيه اليوم كده، وطبعا بعد ما نخلص بقى الغدا وكده واشطب المطبخ زي ما قلت لكم هنزل بقى علشان ايه يبدأ عندي العيد. انا بالنسبة لي العيد بيكون في وسط سلايفي، يعني اول يوم طول اليوم كده مش بحسه في البيت خالص، او مش ببقى يعني ايه في حاجة، يعني الولاد بس هم اللي بيبقوا فرحانين، انما أنا بالنسبة لي في البيت عادي جدا كأنه يوم عادي. بس بحس بيه لما بخرج بقى واروح عند يعني البيت التاني اللي هو عند سلايفي، بحس فعلا بالعيد، لان اللمة معاهم بالدنيا والله العظيم. فربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم. حطيت بصوا هنا رشة بابريكا مش شطة، بابريكا مش حراقه يعني. وحابه بقى ترشي عليها رشه زيت مفيش مشكله، بس احنا يعني بصوا استخدمنا زيت كتير قوي، فقلنا كفايه كده. ده الرنجه والسردين والبسارية وكل حاجه والفسيخ. بصوا الفسيخ ده مش هقول لكم حاجه، هقول لكم بكره ان شاء الله. هنا بقى زي ما انتم شايفين مكه بتاخد بطاطس وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص لحد هنا في الاكل، وطلعت بقى علشان البس مكه. طبعا ولادي الكبار هم بيلبسوا لوحدهم، يعني ما شاء الله هم كبار بكفايه ان هم يلبسوا ويظبطوا نفسهم، شهد ما شاء الله دلوقتي بقت يعني طولي، عايزه اقول لكم حرفيا بقت طولي. مفيش حد بقى يعني بصوا بيرازيني في اللبس وفي كل الحاجات دي غير مكه طبعا. هنا بقى لبستها، ده الدرس بتاع العيد، حاجه كده بصوا ما فيهاش اي حاجه، يعني حاجه ما فيهاش شغل، بس دوختني حرفيا دوختني.
اللبس بتاع البنات بيحير زي ما قلت لكم قبل كده، وبالذات البنات الصغيره بيبقى في حاجات كتيره قوي حلوه بتبقي نفسك تجيبي لها كل حاجه. ده دريس مش شورت على فكره، دريس اسود كده ساده خالص، وعليه الجاكيت كده زي ما انتم شايفين. يعني طقم ما فيهوش اي حاجه، بس انا بحب كل ما تكون الحاجه هاديه وما فيهاش شغل كتير كل ما بتكون بالنسبه لي احسن. ما بحبش الحاجات اللي فيها تطريز كتير، ما بحب يعني، في طبعا شغل اطفال بيبقى فيه تطريز اوفر قوي، فانا مش بحب كده. انا كل بحب الحاجه الساده بتبقى شكلها احلى بكتير. طبعا ملكوش دعوه بشعرها. بصوا انا كنت اصلا عامله لها كده حاجه من فوق لما لها شعرها بطريقه معينه عشان يطلع كيرلي. المهم هو ما طلعش كيرلي في الاخر، طلع منكوش. والله مهما اعمل هو بيطلع منكوش في الاخر. بصوا قعدت 3 ساعات امبارح اعمل لها فيه عشان يطلع كيرلي وما طلعش كيرلي في الاخر. يلا حصل خير. بس هنا هي كانت بقى فرحانه وبتهزر وبتضحك وعامله فيها فاشونيستا. بصوا بتوريكم بتقول لكم بصوا الدريس بتاعي. و هي قردة وحركاتها لذيذة بصراحة، يعني ربنا يحميها ويبارك فيها يا رب. وهنا زي ما انتم شايفين انا لبست العباية دي ملحفة مش عباية. بصوا هي تحسوها اسدال، تحسوها ملحفة، بس هي اصلا ملحفة. تمام كده. وهنا بقى كنت خلصت، بقول لها اقول لهم باي باي علشان ننزل، واسيبكم في رعاية الله. فيديو جديد ان شاء الله.